بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي اصدقاء الهلوبة، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا عرفنا احنا هنعمل ايه النهاردة. هنعمل اكلة مصرية 100%. احنا هنعمل سمك مملح او اللي هو الفسيخ. طبعا اول حاجة هنجيب صينية، يعني على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. احنا هعمل حوالي 3 كيلو سردين. طبعا هرصهم علشان خاطر ان احنا عايزينهم يبقوا مفهومش مية نهائي، يعني عايزين نجففهم كويس. ممكن نستغنى عن الشبكة، ننشفه بفوطة. هتعمل معانا نفس النتيجة، بس هتكون اسرع شوية. بس انا حبيت ان انا اعملها كده بحيث ان هو يتعرض للهواء وينشف احسن. السمك شكله روعة. دول معانا حوالي 3 كيلو سردين. مش هياخدوا معانا مدة كبيرة، يعني بالكتير هيقعد معانا شهر. احنا ممكن نفتح عليه بعد اسبوعين بالظبط، اللي هم 15 يوم. واحنا كمصريين عادة بنعمل في شم النسيم سمك المملح او اللي هو الفسيخ، علشان كده حبيت ان انا اعمله معاكم. ده اختبار ان هو ناشف جدا. شايفين المنديل ما فيهوش اي سوائل؟ شايفين شكل السمكة؟ يعني خلاص كده جاهز معانا ان احنا نبدأ نخلله. الكيلو السمك بياخد معانا حوالي 5 معالق ملح صخري. زي ده افضل من ملح الناعم. لما مش موجود معاكي عادي ممكن نستغنى عنه وبنحط ملح ناعم، بس هو ده الاحسن يعني. اضافة الشطة دي حسب رغبتك بقى. انت عايزة تعملي حراق قوي، عايزة يعني متوسط. الشطة دي برغبتك. انا حطيت بابريكا بتديله لون احمر، يعني دي معلقة بابريكا اخر حاجة بتديله لون احمر، بيبقى جميل جدا. طبعا الفسيخ من الاكلات الفرعونية القديمة اللي بنتورثها المصريين على مر الاجيال. اغلب المصريين بيعشقوا الفسيخ وبناكله في مناسبات معينة زي شم النسيم، زي عيد الفطر. هرص دلوقتي السمك علشان خاطر هنضيف عليه الملح بالشطة بتاعتنا ونقلبه كويس. احنا ممكن نحشي الملح من الخياشيم كمان لو حابة، بس هو مش محتاج لان حجم السمكة معانا صغيرة شوية، بتتملح معانا بسرعة، بتستوي يعني بطريقة جميلة. عارفة الزبدة؟ اه والله بجد بيبقى زبدة. طبعا احنا هنضيف كل كمية الملح اللي عملناه عليه وهنقلبه كويس جدا. انا نسيت اقول لكم فين الشير واللايك والسبسكرايب، ما تنسوش ونفعل زر الجرس. يا ريت لو لكم اي مقترحات تكتبوها. كمان عايزة اسألكم بخصوص المحتوى اللي بنقدمه. اي تقديم احسن؟ المحتوى ما اقدمه بصوتي احسن ولا الصامت؟ يا ريت تكتبولي في التعليق علشان اعمل اللي انتوا عايزينه بالظبط. شايفين طبعا اهو شكله من قبل ما يتملح بجد بقى شكله جامد. الشطة مع البابريكا مع الملح مديله شكل جميل. على فكرة لو فتحتي عليه خلال اسبوعين او شهر بالكتير مش هتلاقي الريحة النفاذة اللي بتبقى موجودة في الفسيخ عند البياعين، لان هو عند البياع بيبقى قديم جدا، انما ده مش هتلاقي فيه الريحة دي خالص نهائي. فدي الميزة. وكفاية ان احنا بنبقى عاملين حاجة بايدينا، يعني مضمونة معمولة ازاي ونظافتها وكل ده. كده خلاص تمام. احنا نبدأ بقى نجيب برطمان على قد السمك بتاعنا، ونخلي بالنا ان هو هيهبط شوية بعد مرور الوقت. الفلفل ده برضو اختياري، انا حابة تحطي فلفل، انا حاطة فلفل حراق على فكرة. حطيته بيدي طعم فيه وكمان يعني يعتبر الحاجات الحادقة بتكون مادة حافظة، اللي هي تساعد ان الحاجة كأنك حطيتي مادة حافظة طبيعية. هنبدأ نحط السردين بتاعنا بقى كله
في البرطمان، ونضيفه بقى ايه عادي بقى عشوائي ترصيه، مش هيفرق ان احنا كده كده هنقلبه بعدين، فكده كده كل مكوناته كل حاجة هتتقلب مع بعضها. طبعا الملح المترسب احنا هناخد ونحط طبقة ايه ملح بين كل ما نحط طبقة سمك طبقة ملح من الموجود معانا. السمك والفسيخ يعني ده عشق المصريين، وان شاء الله هيكون عشقكم كمان لو جربتوه، خصوصا لما تعمليه بايديكي كده. خلاص تمام، بدأنا نلاحظ ان هو السمك بدأ يطلع زي مية او سوائل كده، انه الملح بدأ هيدوب جامد جامد بصراحة. انا عايزه اقول لكم ان انا ساعه ما عملته كان نفسي افتح عليه في نفس اليوم، بس ما ينفعش طبعا لسه ني، هو لازم بياخد وقته، واقل حاجه اسبوعين او 10 ايام تاكلي منه بجد. بس هو لو اتفتح عليه خلاص بعد مدة 10 ايام او اسبوعين او شهر حسب ما انتي هتسيبيه، نبقى نحفظ الكمية الباقية في التلاجة علشان نحافظ ايه ان هو ما يعملش اي ريحة تانية. طبعا احنا قلنا ان الفلفل ده اختياري، انا حبيت ان احطه واداله طعم فلفل فيه فمختلف عن برضو المحل، حاجة كده جميلة يعني مش عارفة اوصف لكم جماله ازاي. الليمون، اوعى ننسى الليمون، اهم حاجة انا عصرت حوالي 5 ليمونات على الكمية بتاعت اللي هي 3 كيلو، 5 ليمونات على 3 كيلو. وبرضو هنضيف يعني إيه حاجة بسيطة من الخل كده. بعد ما عصرت كل الليمون اللي معايا هنضيف بقى ايه حوالي فنجان صغير خل، يعني فنجان قهوة كده من الخل، او برضو ايه حسب ما انتي تحبيه. هو الخل والليمون حلوين جدا، بيدوا طعم وبيحافظوا على الحاجة وبيساعدوها ان هي تستوي بسرعة، يعني بيساعد ان هي الحاجة تستوي معانا بسرعة. طبعا القش بتاع الليمون ممكن نحطه على الوش كطبقة ايه من فوق، وكمان هيدي ريحة الليمون فيه. يا جماعة يا ريت ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب، احنا عايزين نكبر القناة وندعمها. اهم مرحلة بقى ان احنا نحط كيس او اي حاجة ان احنا نقفل عليها، عشان احنا عايزين نقفل الغطا باحكام جدا، ما يبقاش فيه اي هوا او اي فراغات ان احنا تدخل للسمك، لان لو دخله اي هوا باظت الدنيا معانا. كده بقى بعد ما هنقفله كل يوم هنقلبه على جنب، يعني مثلا ايه انا حطيته على الغطا اول يوم، تاني يوم اقلبه ايه على القاعدة بتاع البرطمان، تالت يوم على الجنب مثلا يمين، رابع يوم على الجنب الشمال. فهو كل يوم لازم ما اوعى ننسى الخطوة دي، لازم يتقلب كويس جدا زي ما بقلبه كده قدامكم. هيتقلب كل يوم ويتحط في مكان مفهوش شمس، يعني مكان ضل في المطبخ عندك مفيش اي مشاكل، المهم يكون بعيد عن الرطوبة وعن الشمس. هنسيبه كده لمدة اسبوعين ونفتح عليه بعدها، ده بعد اسبوعين بالظبط. شايفين طبعا زي ما قلت لكم في الاول ان هو بيهبط، هو الكمية السمك بقى ايه بيضطر وبيهبط بيريح على بعضه، فبيكون بالشكل ده. نفتح بقى ونشوف الجمال، صدقوني مفيش اي روايح كريهة اللي هي بتاعت الفسيخ، يعني مفيش نهائي. شكله تحفة، الفلفل اللي كنا حاطينه قشر الليمون على الوش استوى بجد. ملحوظة كمان ان احنا لما نيجي نطلع منه يا ريت ما نستخدمش ايدينا، نستخدم حاجة تكون جافة عشان ما نوصلش ليه اي ميكروبات ان هي تعمل معانا اي مشاكل بعد كده او عفن. طلعي بقى الكمية اللي انت عايزاها، شكله خطير
والله وريحته كانت جميلة جدا. كمان ملحوظة ان احنا بعد ما ناخد الكمية اللي احنا عايزينها برضو نغطيه باحكام كويس جدا، وزي ما قلنا نشيله فين؟ في التلاجة. شكل السمك جامد، شايفين لونه احمر ازاي؟ ممكن نستبدل البابريكا ونحط كركم بيديله لون اصفر شوية، بس انا حبيت ان انا اخلي لونه احمر فحطيت بابريكا. سردين سهل جدا في التنظيف بتاعه، هتشوفوا دلوقتي، ولون اللحم من جوه عامل ازاي بس خلاص كده السمكة اتنضفت معانا. اللي هنعمله تاني ان احنا هنشيل السلسلة، نعصر عليه الليمونة وناكل بقى ونستطعم الجمال بقى. ممكن نعمله كمان في زيت، نحطه في طبق زيت، نحطه شوية على النار كده حوالي دقيقتين 3 كده. نخلي بالنا لانه السمك الفسيخ ده بيدوب في الزيت، فعشان نحافظ عليه يعني ما نسخنوش الزيت قوي. والليمون اساسي اللي هو يتعصر عليه. احلى اكله مصريه يا جماعه، هتعجبكم جدا. شايفين يعني لون اللحمه مش قادره اوصف جمالها، حمرا ازاي. والطعم بقى يا ريت لو يخترعوا حاجه يخلوكوا تدوقوا معايا الطعم. ما ننساش بقى نعمل لايك، شير، سبسكرايب وتعليق، واشوف وشكم بخير. سلام.